صائفة وعطلة آمنة للجميع. بدينا يعني نقتربوا بالشهر الصيف. يجدد طبعا اللقاء مرة أخرى مع برنامجنا ألوان وأوزان، اللي كما تعودنا به برنامج فيه الشعر والتراث والأخبار والتراث الموسيقي والأغراض الشعرية والأوزان الشعرية والأنماط الموسيقية التراثية، وأيضا استضافاتنا المتنوعة. اليوم نعود إلى الصوت النسائي التونسي، نعود إلى مرأة فاضلة، أستاذة مربية أديبة كاتبة ناقدة وشاعرة بالفصيح، ولكن استهواها في السنين الأخيرة حس الشعر بالعامية أو شعر اللهجة أو الشعر بالكلام التونسي الحلو. وهذه الحقيقة ما هيش ميزة متاعها هي، لأنه تاريخيا أغلب إذا ما نقولش الكل شعراء الفصيح من دكاترة وأساتذة ومبدعين في تونس وحتى في غير تونس هم كتبوا بالعامية، لأنها في الواقع هي لغة الناس، اللغة اللي يحسوا بها سواء كانوا من النخبة، من المتعلمين، من المثقفين، أو من المواطن العادي. فهي لغة أقرب، مع احترامنا طبعا الشديد إلى اللغة الرسمية، إلى العربية الفصيحة. إذن على كل هذه المسيرة وهذه الحكاية نستقبل جميعا بكل حب وبسرور الأستاذة والشاعرة، شاعرة الفصيح وشاعرة العامية المعنى، حليمة أبو علاق. مرحبا بك سيدة حليمة على أمواج إذاعة الكيف. مرحبا سي طيب، شكرا على هذا التقديم الجميل، شكرا لإذاعة الكيف، وتحية إلى كل من يلتقط ذبذبات هذه الإذاعة الفتية التي غمرتنا بكرمها وببرامجها الثرية التي نتابعها عبر شبكة الإنترنت. مرحبا بك أستاذة حليمة، معزة مكرمة دائما، وأبواب بحال الله الإذاعة يعني مفتوحة ليك والكل أمثالك، وخاصة من الأصوات النسائية اللي حتى بعض القتامة ساعات في الجو العام أو في المناخ فيبرز ذلك الصوت النسائي المثقف، ذلك الصوت النسائي المبدع الذي يعدل الأوتار. أنت في هذه الأيام ونحن نعيش غمرة شهر التراث الذي تحتفي به تونس وعديد الدول يعني منذ سنين، أنت تتجولين من الشمال إلى الوسط إلى السباسب السفلى والعليا إلى طبعا الجنوب وأقصى الجنوب، لك معناها دعوات وحب من الجماهير، وأيضا قاعدة تلبي في الطلبات وقاعدة تنشط ما هي طبعا أنا نعرف شوية يعني شوية عن النشاط متاعك الزاخر. لو تحدثنا على يعني الوليمة الشعرية اللي يعيشها معك الجمهور في هذه الأيام. نعم أخي طيب، كما ذكرت كانت لي عدة مشاركات في مختلف مناطق الجمهورية، وهذا شرف عظيم لي، خاصة أن يقرأ الشعر في الجنوب التونسي، ونحن نعرف أن أهلنا في الجنوب يكادوا لا يتكلمون شعرا. فمشاركة الأخيرة كانت بمهرجان ضوء الأطرش في بن جردان. صراحة كانت فرصة طيبة لي أن أصافح أهالي بن جردان وأن أقرأ الشعر في هذه المدينة لأول مرة. نعم. كعادتي تقريبا من كل المواضيع التي أكتب فيها، وإن كان الشاعر لا يتقيد بموضوع وأنا بطبع لا أتقيد بموضوع، ولكن أغلب ما أكتب فيه أو لا أقول كل ما أكتب فيه هو ما يلامس الحياة اليومية، يعني لا أكتب في موضوع إلا إذا كان يمسني فعلا، سواء من قضايا اجتماعية أو قضايا أسرية أو قضايا عربية قومية راهنة. نعم. تول السيدة حليمة يجرني وأنت تقول لي أنك شاركتي في مهرجان ضوء الأطرش، وهذا ضوء الأطرش يعني
شاعر من أهالي بنجردان يعاش في تقريبا 1870 حتى 1900 بداية القرن العشرين، وهو من فطاح الشعر، وما عنده مهرجان السهول، وهذه تقريبا دورته الخامسة والعشرين، رغم اللي انقطع منذ 7 سنوات. لكنه عاد. نعم. وتمت إعادته. وطبعا أنت تعرف أنه أهالي بنجردان ومدنين وتطاوين، وطبعا كما قلتي أنت حتى المواطن العادي ينطق الشعر ويستمعون إلى الشعر في التاكسيات وفي سيارات الأجرة وفي السيارات الخاصة وفي الحافلات وفي الأعراس وفي الأفراح وحتى في المآتم. يجرني هذا، أنت يعني ابنة ربوع ولاية القيروان، وتنشطين في الشمال، في القصرين، في قفصة، فاللهجات أولا تختلف، ثم الموازين تختلف. أنت تعرف العربية الفصيحة عندنا 16 بحر في الشعر الشعبي، لا يمكن حصر هذه الموازين، ولكن كل جهة تمشي فيها موازين محددة معينة. يعني مثلا دوز وقبلي البرجيلة العريض يعني هو السائد، المحظور، وأيضا قراب ليهم الجنوب الشرقي ورغمة بصفة عام. أنت متمكنة من الشعر الفصيح ومن موازينه بطريقة يعني الموهبة وبطريقة علمية، لأنك اختصاصك ودراستك وبحكم اللي أستاذة. كيفاش يعني تلقى روحك في موازين وأوزان الشعر الشعبي؟ لما تعرف برنامجنا ألوان وأوزان، ساعات نحبوا نفهموا الناس قصة الأوزان وكيفاش الشاعر ينجم فيسع يستوعب الوزن متاع الشعر الشعبي، وما خاطر إذا يطيح في الميزان الشعري واللي ما هو الشعري واللي كلام عادي. ماتت القصيدة إذا طحنا في الميزان، ماتت القصيدة. نعم. نعم، نحب نعرف تجربة حليمة مع موازين الشعر الشعبي. نعم، جميل هذا السؤال كثيرا. أنا في البداية بدأت تجربتي مع أولا ساعة للإعلام فقط، أن هناك الكثير من يعتقد أن الشعر الشعبي لا يخضع لموازين. نعم. العامة اللي ما يعرفوش الشعر الشعبي واللي ما يمارسوش يتصور أن الشعر الشعبي ما يخضعش لميزان معين وما فماش. لا، نحن قلنا ما يكون الشعر إذا كان ما يخضعش لموازين. طبعا لا، أنا نحكي على كلام العامة، على قليل نحكي على الانتوراج بحذايا، على الناس، البيئة الموجودة أنا فيها، أغلبهم ما كانوش يعرفوا إن الشعر الشعبي فيه موازين. نعم. أما علاقتي أنا بالموازين الشعر الشعبي، أنا كما ذكرت سيادتك أنا أستاذ لغة وآداب عربية، يعني أن العروض أدرسه وأتعامل به مع تلاميذتي وفي كتاباتي. ولكن بالنسبة للشعر الشعبي في البداية كنت أكتب بالسليقة وألتجأ إلى الكثير، وأقول هذا بكل شرف وبكل فخر، إلى الكثير من الأخوة، ومن بينهم في الطيب الهماني، ويشرفني كثيرا أنه ينصحني في الطيب ولا يصلح لي كلمة، ولا في أحمد العباسي، ولا في بشير عبد العظيم، ولا في محمد عبد الفتاح الملوح، أنه يقول لي راك تحكي في الميزان اللي هنا صلحي، إذا هذه حاجة تسعدني برشا. هذه في القصائد التي كتبتها في البداية. ثم يعني بعد في مرحلة ثانية أنا انطلقت في دراسة هي دراسة عن دراسة بداها الأستاذ أحمد العباسي. نعم. هي دراسة في موازين، دراسة علمية عروضية في موازين الشعر الشعبي. نعم. هذه الدراسة أنا الآن إن شاء الله باش نكملها ويعني نضبطها علميا وأكاديميا، وسيتم نشرها. الحقيقة هذه الدراسة ساعدتني كثيرا، ويكفي أن أقول أن أكثر ربما البحور التي أكتب فيها هي بحر البرجيلة، وإن كان البعض يعتبره أصعب البحور، لكني وجدت نفسي في هذا البحر، على قليل ربما حتى من خلال الأغراض اللي نكتب فيها. نعم. فقط يعني هذا هو فيما يخص الحديث عن بحور الشعر الشعبي. أنا الآن حتى عندما أكتب قصيدة بالشعر الشعبي أقطعها تقطيعا عروضيا مثل ما أفعل في القصيدة الفصحى لتجنب السقوط في الميزان. طبعا مهم جدا، ونحن يا ريت هو صارت لما حالة معناها محاولات الأستاذ المرحوم محي الدين خريف بحث في ميدان الموازين، كذلك المرحوم عبد المجيد بن جدو، أيضا الأستاذ محمد المرزوقي، وأعطاه حتى نماذج، لأنه حتى نفسه هو البرجيلة يتجزأ كما بحور الشعر الفصيح، يعني مثل الفصل يعني مجزوء ومشطور ومنهوك إلى آخره. نعم، يعطيك الصحة. هذاك علاش نحن بالدارجة نولوا نقولوا برجيلة عريض وبرجيلة عادي، برجيلة مزيود ومقطوف ولا مقصوص جناحه،
وغير ذلك. وبالعكس يعني حتى في طوروا على البرجيل التونسي الأخوة الليبيين، يعني يكتبوا بطريقة أنه نحن أحيانا المقطع هو من ثلاثة سطور، يعني ما بين صدر وعجز. فالليبيين فما شكون عمل 6 و8 و16. على فكرة أخي طيب، نعم. هو البحر البرجيلة هو بحر الرجل في فصيح. نعم. مستفعل. يعني جميل. نفس التقطيعات هذيك اكتشفت أنا تناولت هذه الدراسة أن بحر البرجيلة هو نفس بحر الرجل. بالطبيعة مع اختلاف نحن خاصة في تونس نسكن الحروف. يعني اللي يتمكن من هذه الدراسة تسهل عليه عملية التعامل مع بحور الشعر. والله أنت كنت إلى حد الآن يا أخي طيب أنا نكتب القصيدة وأقطعها وإلى حد الآن يعني يسعدني كثير أني نهز التليفون نقرأ على في طيب قصيدة نقول بربع اعطيني رايك، نهز التليفون في أحمد العباسي بربع اعطيني رايك. مهم أنا ما جدا. زلت أتتلمذ على أيديكم ويشرفني هذا كثيرا. لا مرحبا والعفو. انت طبعا هذا تواضع منك وتستحق كل الدعم والتشجيع، وخاصة شكرا ربي يحفظك. خاصة أنه الحقيقة يعني نقولوها أنه العنصر النسائي ربما توا في الجهات القريبة يعني من المدن الكبرى سوسة ومستير والشمال الغربي، يعني حضور المرأة ربما عادي، ولكن حضور مرأة شاعرة في غياهب الصحراء في الجنوب معناها مسؤولية هامة، ولكن أيضا لأن هذه قضية كبرى في الطيب وأنا أتمنى أن نتوقفوا عندها. نعم. علاش؟ لأنه في الجنوب هناك المئات من الشاعرات ويحشموا ما يبرزوش لأسباب كثيرة، أسباب اجتماعية وأخلاقية، ونعرفوا عندنا يعني أهالينا في الجنوب عندهم الحظرة وعندهم برشا حاجات، مشكلة ثقافة ووعي، مشكلة مبادئ، هذه نحترم فيهم هذه الأشياء. نحن نحترم الجهات الأخرى لا نحن نحترمهم ونقدم، نحن نحترم ونجل ذلك، ولكن لابد من الإشارة إلى أن حضارتنا العربية والحضارتنا الإسلامية كانت مليئة بالشاعرات، فالخنساء هي شاعرة، ورابعة العدوية شاعرة، وليلى العامرية ليت للبراق عين لتراه هي شاعرة. لكن في الطيب حتى إذا كان ندخل في مواضيع الشعر الفصيح يعني لو قارنا عدد الشاعرات في الفصحى قديما بعدد الشعراء ثم فرق كبير. نعم. يعني عدد النساء قديما يحصى على الأصابع، يعد على الأصابع، لكن الشعراء الرجال ما شاء الله. تبقى ديما مسألة مبادئ وثقافة. أعود للفكرة اللي كنت بديتها، قلت في الجنوب عندنا مئات الشاعرات لكن لا يبرزنا. في بقية المناطق نبدأ من الوسط إلى الساحل إلى الشمال إلى غيرها، يعني وجود المرأة الشاعرة في الشعر الشعبي قليل جدا، يكاد يكون منعدما، على عكس الشعر الفصيح اللي فيه ضخمة في عدد الشاعرات. نعم. في الفصحى، لكن في الشعر الشعبي قلة قليلة جدا من تكتب المرأة الشعر الشعبي. هذا الذي يجعلنا نتساءل لماذا؟ خاصة أنه الفئة المثقفة لا تكتب كثيرا في الشعر الشعبي، هذه حقيقة لابد أن نقرها، والظاهر هذه موجودة عندنا تقريبا نحن في تونس فقط. لأني اللي لمسته أنا من خلال تجربتي أنه الكثير، حتى ما نقولوش الكل، الكثير من المثقفين مازالوا يستهجنوا الشعر الشعبي، مازالوا ينظروا له بك النظرة القديمة، وعلى أساس أنه الشاعر الشعبي هو ذلك الراعي في الصحراء، أو هو ذلك الإنسان الأمي، أو ذلك الإنسان الذي لا يتحدث إلا على مواضيع تجاوزها الزمن. وهي مسؤولية كل الشعراء وكل المثقفين وكل المهتمين بالأدب الشعبي أنهم يصالحوا المثقف مع الشعر الشعبي خاصة ومع الأدب الشعبي عامة. لابد من توعية الناس بأنه الشعر الشعبي لا يقل قيمة لا فنية ولا مضمونية عن الشعر الفصيح. يعني الشعر الشعبي عنده نفس القيمة، نفس الأهمية، نفس الاهتمامات ونفس الفنيات أو ربما أكثر مقارنة بالشعر الفصيح. الكثير يستغرب أستاذة تكتب في الشعر الشعبي. نعم أستاذة نكتب بالشعر الشعبي وأعتز كثيرا، وأعتز أن الأخوة الشعراء قبلوني في مملكتهم المقدسة وعاونوني وشدوا أزري حتى أتمكن من كتابة قصيدة بنفسي. هذا شرف كبير لي. إذا المثقف التونسي اليوم مثقفون أو أشباههم عليهم أن يعلموا أن الشعر الشعبي لم يعد ذلك الشعر الذي يكتفي بالبادية وبالصحراء وغيره، وإن كان حتى الحديث عن البادية والصحراء موضوع هام،
وفيه جمالية كبيرة جدا ويبدع فيه الكثير من الشعراء، ولكن الشعر الشعبي صار يتحدث عن غلاء المعيشة، عن الأحداث التي تقع في الوطن وخارج الوطن، يتحدث في الحب ويتحدث في التعليم ويتحدث عن الوالدين، كل المواضيع، فمش موضوع خاص بالشعر الفصيح، موضوع خاص بالشعر الشعبي. نعم، هي كلها أغراض اللي المجتمع يعيش في كل عصر، في كل جيل يعيش نمط حياة، ويعيش أحداث كبرى، ويعيش أزمات، ويعيش انتصارات وهزات فالشعر هو لسان الأمة، ويكون بأي لغة فهي لغة التعبير، سوى لغة عامية أو اللغة الفصيحة، فالشاعر هو شاعر. ولكن أنت طرحتي إشكال اللي هو موجود من زمان، هي قصة أنه ربما في الجنوب مئات الشاعرات، ولكن قليل جدا الشاعرات الشعبيات في الشمال التونسي. بحسب تجربتي أنا المتواضعة، لأني ندور في البلاد يعني منذ سنين، من شمالها إلى جنوبها إلى غربها إلى شرقها، نقول لك اللي كذلك عدد أو ما يفهم أو ما الصراع عند الناس من فكر أنه حتى الرجال فشعراء في الجنوب هم أكثر من الشعراء في الشمال، يعني هي نفس القصة. وهذه علاش أنا تقريبا نعرف السبب علاش، لأنه البيئة أيضا عندها دور كبير، لأنه أنت وقت اللي تبدأ عندك بضاعة، عندك مادة تروج بها والسوق قابلتها، فحتى كيف توفى تمشي تجيب لك الماده ذيك، معناها انت تبيع في الدقله ولا في الرمان، اذا كان الناس خذتك الماده هذيك حتى كي توفى من السوق تلقاها مربحه ومجديه تمشي تجيبها. ففي الساحل الكل وولاية صفاقس ثم يعني الجنوب بصفه عامه الغربي والشرقي، في الاعراس وفي النجاحات وفي المواعيد الكبرى وفي المهرجانات الرسمية وفي الأعياد الوطنية لابد أن يكون الشعر الشعبي موجود، وبالتالي هم في حاجة أحيانا عدد الشعراء ما يكفيش، لأنه في توا في الصيف يعني ساعات في ليلة واحدة تلقى مثلا 40 مهرجان في على مسافة 100 كيلومتر، فإذا كان كل مهرجان ينادي 5 شعراء يلزم يجيب ناس أخرين لأنه ما عادش يلقى في الجهة متاعه. في حين أنه جات فترة من الفترات أنه موجة أخرى صريت في البلاد، هي المزود والراب وأشياء أخرى، فالشعر الشعبي ما كانش يعني مطلوب، والناس ربما نسيت الشعر الشعبي، فبالتالي تلقى شعراء من بنزرت ومن جندوبة ومن باجة ومن الكيف شعراء، ولكن لا ينشطون. أولا ما عندهمش قدرة باش يسافروا للجنوب، وربما ما يحبوش يسافروا وما نشطوش باش يتعرفوا، لأنه أي شاعر تعرف في البلاد يولوا ينادوه، فما بالك بالمرأة. ولكن أنا يعني توا نجم نحسب لك 20 شاعرة ما بين ولايات تونس وبنزرت وباجة ونابل، وشاعرات ممتازات في الشعر الشعبي. كان عندنا السيدة جبلة من الكاف، عندنا انتصار بوترعة من باجة، عندنا هاجر الساحلي من نابل، راضية كامل من قرنباليا، حنان عياري بأصيلة سليانة، خيرة عبابسية، ويسمحوا لي اللي ربما ما يطول المجال باش هذوما شاعرات ينشطوا في البلاد ويكتبوا الشعر الشعبي، وهما من بنات الشمال ويعملوا يأثروا في أمسيات شعرية، ولكن مجال الشعر الشعبي في الجنوب أكثر. نعم، أستاذ كثرة النساء ورجالا، هذه حقيقة. أستاذ حليمة أنت قلتي هذا يعود إلى أسباب تاريخية وجغرافية وإلى آخره. نعم، لا هو كما ذكرت كثير من الأسباب. هو في الواقع حتى كي نشوفوا سابقا يعني قرنين التالي رموز الشعر الشعبي الكبار اللي هما معناه أحمد البرغوثي وأحمد ملاك وأحمد بن موسى ومنصور الهوش وطليش وغيرهم، وشعراء المرازيق وشعراء التوازين وشعراء ورغمة، الأعداد كبيرة، ولكن كان ثم رموز أيضا من الشمال مثل العربي النجار ومثل عبد الرحمن الكافي اللي هو أصيل بوسالم، والعربي النجار هو من العالية من بنزرت، ومحمد العياري اللي هو من الكاف. هذم يعني أعلام الشعراء مثلهم مثل البرغوثي ومثل أحمد بن موسى. قبل ما يعني نتيح المجال وربما نخلي شوية تشويق للمستمع أختي حليمة باش يسمع بعض المواضيع وبعض الأغراض وبعض النماذج أو عيون الشعر من أشعارك بالعامية،
انت قلتي انه حتى وصف الصحراء والبل هو غرض شعري سواء في الفصيح او في الشعبي، طبعا. وهو غرض طبعا يعني يتمتع به الجميع سواء كان فصيح ولا كان شعبي. وفيه جمالية وفيه إبداع وفيه فنيات كبيرة جدا، وليس أجمل من الصحراء وما تحمله من جمال طبيعي ومن قيم ورموز إلى آخره. نعم، فما موضوع الصحراء بحد ذاتها قصيدة. فما موضوع طبعا هي تتنوع أغراض الشعر، وأغراض الشعر الفصيح هي نفسها الأغراض نتاع الشعر الشعبي، وحتى هي أغراض الفن بصفة عامة، أغراض السينما. والله أنا في الطيب سامحني أستاذ قاطعك. نعم. هنا المدبية لكن نحيو حكاية شعر شعبي وشعر فصيح. الشعر شعر. هو الشعر نعم. متى توفر فيه قدر من الشعرية. أنا هو شعر سواء كان باللهجة العامية ولا باللهجة الفصحى هو شعر. والله تدرسنا يعني في الأيام الماضية هذا الموضوع في برنامج جمهورية الثقافة مع الدكتور عبد الحليم مسعودي في القناة الوطنية، وانا كان رايي قلت له اذا كان الشعر اللي بالعاميه شعبي، هل الشعر الاخر يعني يكتب له جمهور خارج كوكب الارض؟ اذا هو كله شعر شعبي، وبالتالي الشعر هو شعر. وفي طيب الشعر الفصيح في عهد الجاهليه وفي عهد وقت كان الناس يتعاونوا باللغه العربيه الفصحى كان شعر شعبيه. نعم. هذا الشعر الفصيح هو بيدو كان شعر شعبي. وانا قبل يعني لغه الشعب، اللغه اليوميه. أنا لقيت لك موضوع مش نقول لك عليه، ولكن قبل ذلك فكرتيني. أنا في الأسابيع الماضية استضفت الأستاذ الباحث الحمروني. فالحمروني وهذا تصديق لقولك، لأنك قلت إنه البورجيلة هو ينطبق على ميزان في العربية الفصحى. في بحوث الحمروني يقول لي أنه فما كان أحمد بن سالم البرغوثي، وعنده يعني هو أحمد بن سالم البرغوثي، يعني فما البو وولده هما شعراء كبار. يقول لي أحمد بن سالم عنده أخوه آخر اسمه محمد البرغوثي، اللي هما غطوا عليه لأنهم اشتهروا أكثر منه، ما هوش معروف الشعر هذا، ولكن يقول لي أنه هو في نفس القوة متاعهم متاع الأحمدين البرغوثيين. المهم يأخذ قصيدة بانت سعاده اللي هي لحسان بن ثابت، قلبي اليوم مطبوع. نعم. ويكتب يكتبها هي حرفيا بالعامي، نفس القصيدة يكتبها بالعامية. وقت اللي تسمعها بالعامية وكأنك تسمع في قسيم بورجيلة، وقت اللي تقراها هي بيدها ولا توزنها بالميزان متاع القصيدة الفصيحة تلقاها ما ناقصة حتى حرف وما فيها حتى زحاف. ما شاء الله. نعم. هذا موجود عند الحمروني. وقال لي اللي هما ما يحبوش يعطوا ماليها النماذج هذه، ولكن سلموه له هو اللي باعتباره يعرفوه مختص. حبيت مش نقرا لك نموذج لموضوع يشترك فيه الشعر الشعبي والشعر الفصيح، غرض من الأغراض. هو أنت تعرف ليت الشباب يعود يوما، ليت الشباب يعود يوما واحكي له ما فعل بي المشيب. نعم. يقول نهارين هو اصدر عن وزارة الثقافة ديوان الشاهد الأبيض، المرحوم الشاهد الأبيض، هذا الشاعر اللي تولد في 1917 وتوفى في 2003. في الغرض هذا مش نقرأ لك نموذج، وبعد المجال مفتوح باش نسمعوا نماذج من ألوان شعر الأستاذ حليم أبو علاق. يقول ناري على صغري مشت أيامه، طبق وراقة زمامة، طفت قمر تو مقعد كان ظلام. صغري مشى بالسلة عطاك فيه من عندي مشى ما ولا، منين كنت لا نعرف تعبلة كلا، وبالمصيدة قلبي كبير غرامة، جا الكبر بحكامة عليا تولى، يا مرزنا ومرزنا عظامة عظامة. صغري مشى فارقني، منين كنت سابق عاشقة وعاشقني، رجلي سريعة البعد ما يوثقني، شور الردايد جار رخ الطامة، وجا الكبر شدني لا بغاية يطلقني، كيف فهمت ما لقيتش معاه فهامة، على الصغر مكبر ناري وحشة حرقني، زاد في مغصاري، منين كنت للمصيد مبكر ساري بيد ثابتة، في الجارية غشامة وكبري حكمة علي جباري، مخيب معايا منطقة وكلامة، ناري على صغري مشت أيامة، طبق وراق زمامة، طفت قمرته ومقعد كانت ظلام.
هذا جزء من قصيدة اللي هي طبعا تناولها الشاعر الفصيح، غرض أنه الشاعر لما يمر به زمن ويكبر يتفكر يعني ويكون عنده حنين للشباب بما فيه من نشاط ومن حيوية ومن طبعا عشق طبعا يبقى من الحنين للماضي والحنين ومن للشباب. حب. حبيت يعني هذا مثال واقع تصديق لكلامك اللي قلتي، اللي هو موضوع الناس هو موضوع واحد تعبر عليه بالفصيح أو تعبر عليه بالشعبي، فالشعر هو شعر. الموجة الحداثية التي يشهدها الشعر الشعبي أنه خلع عن نفسه قميص الكلاسيكية، حتى من حيث اللغة والأغراض والمواضيع، حتى كيفية طرح القصيدة، ويعني أصبح يتكلم باللغة القريبة من الناس، اللهجة البيضاء أو اللغة الثالثة التي يفهمها كل الناس يعني في تونس وخارج تونس. ولذلك خرجنا حتى من مشكلة اللهجات المحلية الضيقة، هذه الكلمة تتفهم في الجنوب وما تتفهمش في الشمال أو غير. أغلب الكلام يفهم في كل وطن العربي، لأنه هو الفصيح المنطوق الذي يكتب به شعراء اليوم، كما قصائد سي الطيب الهمامي، يعني تقرأ في الشارقة، تقرأ أكيد سياسة التقليد في الشارقة وفي مصر وفي غيرها، في الجزائر في عدة مناطق، وأكيد لم تجد إشكال الفهم، ما عندكش مشكلة التواصل مع الجمهور. والكثير أنا كي مشيت مشو قبلي عديد الشعراء واكتشفت، سواء كي مشيت ليبيا أو مصر أو الجزائر أو تونس، نلقى أسماء تونسية مشت وسبقت وفتحت الأبواب من زمان. وحتى على مستوى الأغنية راهو أخت حليمة، يعني كي تمشي للشرق يغنوا لك جارية حمودة ولا عروستنا تشبه القمر، نهنيها بفرحة العمر، يعني عادية وكأنها أغنية خليجية أو أغنية مغربية. يعني الناس طيب هكذا يتم تصدير الثقافة. شوف الدور الشعر ليس فقط الدور الجمالي، الشعر ليس فقط هو تلك المتعة أن نفهم قصيدة نستمتع بالإيقاع فقط، وإنما الشعر هو تصدير لثقافتنا للآخر، سواء كان هذا الآخر يعني في مختلف جهات الوطن أو خارج الوطن. لأن كنت باش تقرأ قصيدة الشارقة باش تحكي أولا باللهجة التونسية طبعا، لو أنا اللهجة التونسية يعني اللهجة القريبة من الفصحى، ثم ستنقل معك بعض ربما العادات، بعض الأماكن، بعض أسماء الشخصيات التونسية. إذا عن طريق الشعر نخرج إلى تصدير ثقافتنا إلى الآخر والتعريف بالثقافة التونسية في مختلف مناطق الوطن العربي. يعطيك الصحة سيدة حليمة. قبل ما نوصلوا إلى القراءات الشعرية وبعد هذه الدردشة، وربما سمعنا راي حليمة بوعلاق أستاذة العربية وأستاذة الحضارة في الشعر الشعبي، في موازين الشعر الشعبي، في أغراض الشعر الشعبي، نأخذوا أغنية اللي هي أيضا نص من شعر اللهجة التونسية يتكسى بالموسيقى ويتغنى. وأنا كنت نذكر لكم هذه موضوع الحنين إلى الصغر والتشكي من الكبر، فنستمع لعدنان الشواشي في كبرت ثم نعود. إذا أخت حليمة، بعد استماعنا لهذه الأغنية الآن سنفتح المجال للأستاذة حليمة بوعلاق. أولا، ما الجديد عند حليمة بوعلاق شعرا؟ الجديد نعم. هي قصيدة يعني لم تكتمل بعد، في اللمسات الأخيرة إن شاء الله ستكون المشاركة في مسابقة المهرجان الوطني بالقصر. جميل جدا. أما ما هو جديد قبلها هي قصيدة كتبتها للتلامذة. لتلامذتي. أي جميل جدا. هما نهارين تو قاعدين معناها على قدم وساق يحضروا في الامتحانات وفي البكالوريا والمناظرات كل قربت. نعم. جميل. هذه ظاهرة للأسف موجودة في تونس الكل، عزوف التلميذ اليوم على الكتاب والكراس. نعم. يعني خاصة المطالعة ولات أنا أستاذ عربية، يعني تلاقي التلميذ حتى باش يطالع أثر قسم في 25 واحد يقرأ فيه 3-4 من الناس. مأساة. يتحيي يقرأ لك شوي من نص شوي من الآخر. المهم أن الرغبة في المطالعة لم تعد موجودة، لكن اللهفة على الكتاب والكراس لم تعد موجودة إلا عند قلة من التلاميذ. أما أغلب تلامذتنا مع كل أسف أنهم يعني الانترنت والتكنولوجيا والفيسبوك برشا حاجات. أنا التلميذ اليوم ما عادش هو نفس التلميذ، وهذا مهم جدا أنه أستاذتهم اللي هي راهي توعي فيهم بالكلام وبالدروس يوميا، ولكن تكتب لهم في نص شعري في هالإطار هذا.
حبيت نقول لهم في نفس الوقت، نقول الكلام هذا على لسان الام والاب ايضا، لاني انا ام يعني وليه ولادي، انا وليه امر في نفس الوقت انا استاذ. نعم. الكلام هذا نوجهه لاولادي، ولادي في الدار وولادي في القسم، خاطر حتى اللي في طبعا وليداتي ونحبهم والحمد لله، يعني علاقتي معهم متميزه جدا. طبعا، وتحيه من خلالك لكل اخوتنا رجال التعليم نعم. نقول الايام حذر زهوها وطربها، قداش وقت من على راكبها. الايام مهما طابت ومهما الطرق تسق متور طابت، ومهما الحياه زينت وشبابت، يجي يوم تتجرع مرار غلبها. خليك واقف على قممها ثابت، وخلي القلم مشراع لمراكبها. كراستك وكتابك هم ثروتك، هم خيار اصحابك، هم جنتك، منها لذيذ شرابك. تسكن منازل عالية مراتبها، ويظل اسمك حي بعد غيابك، كما الشمس حر النار ما يذوبها. مثل القمر مصور تهدي العقول الضالات تنور، وقديش جاهل في الحياة متهور، ضيع كنوز العمر ومساربها. مغرور في باله البلاد يطور بجهالته، ويزيد الوجع لعطبها. في العلم سر سلاحك، الحضن الوطني يظل هو مفتاحك، يواتيه تاج العز فصل نجاحك. يواجه رياح الشر ويغالبها، وما دام نبراس العلوم سلاحك، ثم قهروا اليهود وتجاربها. طول العمر تذكر رضا الوالدة يرد المرارة سكر، يفتح القافل كل باب مسكر، وتهون بنجاحك سنين تعبها. وقداش سهرة ليل فيك تفكر، تنسج خيوط الفجر من مغربها. تنسج ربيع ايامك وتفرش رموش العين تحت قدامك، وتقول ولدي قرايتك واقلامك، وسامات صفي تبرها وذهبها. خلي العلم والعلم ديما احلامك، فوق العلالي ساطعك واكبها. بعد الفروض الخمسه بر والدك تصبح عليه وتمسى، بلكش تكسف من حياتك شمسة، وتعرف مرارة فرقتها مخيبها. كيف انفقد زي العيون بطمسة، طفل بصيرة ضيعت مسربها. تدريش فاشي يخمم يبني السروح العالية ويرمم، ويقول ولدي جاي باش يتمم، يروي حياتي بعد طول جدبها. وقد ما فليت العمر ليه نصمم، لابد نجني من الثمار ورطبها. لازم جميلي يرد، لازم جميلي يرد، مهما تعدى من طويل المدة. هو الرخاء من بعد ضيق الشدة، يضمد جروح القلب ما يعصبها. تشعشع انواره على الوطن لابد، ورد العروبة بالوفا يخضبها. يجلي محاين ارضي ويصون من شر المكايد عرضي، ويرتاح من بعد المواجع مرضي. ام الهنا من شام هالمغربها، ونقيم فحرم القداسة فرضي، ونرسم ملاحم عزتي نكتبها. بيك على الامل نتكى، لن من الاحلام لا نتشكى، ونشوف روحي في المدينة ومكة، نأدي المناسك حقها وواجبها. يا ويل عقلك، يا ويل عقلك لو خرج على السكة. ليام ترمي حلم تكذبها، ليام حاضر زهوها وطربها، قداش وقت من على راكبها. شكرا أستاذة، يعطيك الصحة على هالقصيد المضبوط والموزون والواضح لغة ومعاني، وأيضا على اختيار هذا الموضوع اللي بالحق يعني موضوع في الصميم، أنه دعوة إلى الانكباب على المعارف، على العلم، على المطالعة، على الكتاب، على المدرسة، لأنه هذاك طريق الرقي الاجتماعي، طريق التفوق، طريق نجاح الأمة بأسرها. وطبعا موضوع خطر وخطير يعني نشكرك جزيل الشكر على، وهذا طبعا ماهوش يعني غريب عليك، لانك انت اولا شاعره ثم ابنه الميدان كاستاذه ومربيه. القصايد اللي نكتبها يعني قصايد تمسني ونعيشها اي حاله يعني عيش. استفزتني حاجه نترجمها شعرا. نعم،
هو قبل ما ربما نزيدوا نسمعوا نموذج ثاني من أشعارك. ما نعرفش، ربما مش مفاجئك، هو برنامجنا ألوان وأوزان، يعني بكل ما هو أغراض وأنماط وألوان التراث والشعر الشعبي والتراث الموسيقي، ولكن هو من برنامجنا منفتح. بما أنك أنت الشاعرة أحليم أبو علاق وتكتبين أيضا الفصيح، ولو يعني لي ثواني تكريما للغتنا العربية اللي هي أيضا اللغة اللي نفهموها ونحبوها ونتكلموا بها، وهي لغة القرآن. مش معناها كي نركزوا على الشعر الشعبي ما نسمعوش الأشعار الجميلة الأخرى. نخلي لك مجال أنك تختار مقاطع أو أبيات أو قصيدة فصيحة. ما نبعدوش برشا على موضوع الشعب، الموضوع القصيدة اللي كنت تكتب فيها. نعم. نقرأ قصيدة لمعلمي، حقيقة هي مرتبطة بحادثة. هو أني التقيت بالمعلم اللي درسني في الابتدائي، وهو أول من آمن بي كشاعر. أنا في السادسة ابتدائي، يعني الخربشات نتاع التلميذ يعني. هاو غرض جديد وغرض مهم، وهو رد جميل للمعلم، ومن خلالك نقول لكل معلمين، لكل من درسونا واللي يقولوا أنه نحن سلاليم يرتقي فوقنا العظماء، ويقول شوقي كاد المعلم أن يكون رسولا. نعم. تحية لكل المعلمين اللي رعوا تلامذتهم. أنا أيضا اكتشفني في الشعر معلمي الله يرحمه عبد العزيز الخماسي، يعني مات السنة الماضية، وهو اللي خذا بيدي ووصلني للجان الثقافية وللإذاعة وغيرها. نعم. أنا معلمي هذا كان يشجعني كثيرا، رغم أني كبرت متأكدة أني كنت نكتب فيه مجرد خزعبلات، يعني ليس شعرا. نعم. ولكنه كان يشجعني كثيرا. التقيت اللي اسمه في مصطفى المرغني ربي يحفظه، التقيت به بعد 20 سنة. نعم. وانا جايه، لاني كنت على موعد معاه، وانا جايه مغادي شفت ملامح بدلت، انا كيفاش كبر وبدا عنده الشيب ونظره الطف. لم اتمالك نفسي على البكاء صراحه. نعم. وانسحبت بسرعه. في روحت وانا ما زلت معناها مفعمه بك الاحساس هذيك، كتبت هذه القصيده: كنخل الجنوب استطلت شموخا، وحسب الجنوب شموخ النخيل، وحسب حروف نداك مدادا، وحسبي سراك لخطوي دليل، وحسب زماني أن كنت فيه كأفق توشى بشمس الأصيل. خبرت بعينك درب الحياة، ولولا هداك لكنت الظليل، ولولا ليال صرعت دجاها لكنت بسيف الليالي قتيل. أخذت الدساتر صحبا بليل يغازل فيه الخليل الخليل، ويسلو سواك بنسج الأمان وحمرة خد وطرف كحيل، وتسلو بتشييد صرح المعالي، وتسلو بتشييد صرح المعالي بحمرة حبر وعقل ثقيل. كأنك أيوب في الصبر كنت، كأنك أيوب في الصبر كنت تجود بصبر إذا الصبر عيل، ومن نور فجرك لاح السبيل. أنا برعم الأمس صرت ورودا، وساح عبيري بكل الفصول. نسجت بطهر الطفولة حرفي، أتكفي حروفي لرد الجميل. فلولا مخافة وزر لقلت عليك السلام فأنت الرسول. نعم، جميل جدا، موضوع أيضا مهم أشكرك عليه. عرفان واعتراف بالجميل لصاحب الفضل الأول على تعليمنا، اللي هو وقت اللي يأخذنا المعلم من الأول سنة أولى، خاصة في وقتنا ربما ما كانش فما التحضيري والروضة والأشياء هذه، معناها كأنه ينطق في الصم والبكم أو ينطق في الحجارة المعلم، لين يجعل منا ناس قادرين على القراءة والكتابة وتعلم طبعا اللغات والعلوم والمعارف. أنا نضم صوتي لصوتك ونقول له لولاك ما كنتش نهجي حرف، ولولاك ما عرفناش نحو وصرف.
أترك لك اختيار الختام أستاذة حليمة، نرجع للشعر الشعبي وبعد تو نقول لك على المواضيع اللي اخترتيهم. الموضوع الواحد هو اللي هو يعني العلم والتعليم والمعلم نعم. والمدرس والمربي بشكل عام. المعلم والمتعلم والأولياء. نعم. نعم. أقرأ قصيدة أخرى بعنوان وقتاش. نعم. يقول: وقتاش تطفى نار يا مكوتنا وتسطع نجوم الفخر ومعزتنا، وقتاش يزهى الخاطر وتضحك عيون الدمع حايد قاطر، ونبني على طيب المحبة قناطر، وفوق القمم من نصب ورايتنا يبقى الوطن بعيد عن المخاطر، نفدوه ديما بدمنا وظنوتنا. وقتاش يلفى الماضي يعود سيفنا بعد الحفاوى ماضي، يظل زادنا بين اللغاوي قاضي ليه يركعوا ويقبلوا تربتنا، لا يهزنا ترهيب واهي فاضي ناس اللي نكروا مجدنا وعزتنا. وقتاش تجلى الغمة وجيالنا تصون الشرف والهم، نبنوا صروح الشام خاف القمة وننحت على جبين الزمن نهضتنا، وتظل تونس في العلا تتسمى بحرارها يشعشع غلا أمتنا. الوقتاش نرجى العزة وتبكي الحراير في الجليل وغزة، والقدس صابر على النحل والكزة، وصهيون دايس في الحرم رايتنا، لا ضمير صاحي لا زنادي حزة، ضاع مجدنا بين الخدع والفتنة. والدم طافح من اليمن للشام وطرابلس تبكي على بصرتنا، شمس العرب خيم عليها غمام والعياد رجعت بالوجع صادتنا. وقتاش تزهى عيادنا ويهب ريح النصر في ميعادنا، نسجد سوا في القدس زي جدادنا، الحب ديننا ورد العرب قبلتنا، الظل عار ما تربت عليها مجادنا، والعز لينا والغلا جنتنا، والعز لينا والغلا جنتنا. شكرا مرة أخرى أستاذة حليمة بوعلاق، شاعرة الفصيح والشاعر الشعبية. نتمنى لك حظ سعيد أيضا في الدورة تقريب 48 إذا ما كنتش غلط، المهرجان الوطني للشعر الشعبي اللي هو أيضا من أعرق مهرجانات البلاد التونسية، وهو مهرجان تنظمه الدولة وزارة الثقافة، وله يعني تاريخ حافل ومجلدات. واخيرا يعني تكتب 13 مجلد من الشعر الشعبي، مدونة الشعر الشعبي، وتم دخولها الى دار الكتب الوطنية. واحتفلنا وانا كان لي شرف انه دعتني الدكتورة رجاء بن سلامة اني كنت موجود يوم دخول هذا الكنز الثري الى دار الكتب الوطنية ليأخذ مكانه تحت انظار الباحثين والنقاد ورواد الادب. فنتمنى لك حظ سعيد في المهرجان. شكرا على الدعوة. نعم. شرف جليل أن يصل صوتي إلى أهلي وأحبتي بمدينة الفن ومدينة الفنون الشعبية ومدينة الثقافة الكاف، وأن أقرأ الشعر على مسامع الشاعر في حجم الطيب الهمامي. العفو. كلنا نعرف من هو الطيب الهمامي، هذه حقيقة لا يمكن إنكارها. العفو أختي حليمة، أنت راك أيضا حتى في المسافات مش بعيدة على الكيف يعني كثيرا. هي أنت قلتي تستمع للإذاعة عبر الإنترنت، ولكن إذاعة الكيف يستمع إليها في نحن في حاجب العيون ما نلتقطوهاش الا كي نكون بالسياره خارج المدينه. خارج المدينه نعم، ولكن في ولايه قيروان يستمعون، وانا يتصلوا بي من قيروان المدينه ويسمعوا عديد البرامج في اذاعه الكاف. على كل هي يعني على الانترنت متوفر اليوم الاستماع الى. نعم موجود على الانترنت، والتقط البث على الانترنت واتابع هذا البرنامج بالذات. اذا مرحبا بك دائما، وان شاء الله توفقين. وانا مش يعني نزيد لي من خلالك وليك وللمستمعين على ذكر هالموضوع اللي تطرقنا له اليوم، هالغرض واللون من الشعر الشعبي او من اغراض الشعر الشعبي اللي اليوم خصصناه او خصته الاخت حليمه للتعليم وللدراسه وايضا للاعتراف بمعلمها. هذه الذكرى الجميله، اكيد كل واحد منا عنده ذكرى مع المعلم متاعه. انا باش نهدي للجميع اغنيه لطفي بوشناق، علمني يا سيدي علمني وفوز بيدي، والى اللقاء.